السلام عليكم، معكم حسين او سحس. مش مهم. المهم ان الفيديو ده اقل من 15 سنة، اللي هو يعني تالتة اعدادي. مبدئيا كده عايز اقول لك ان انت لسه ما ابتديتش حياتك ولا لسه ابتديت تعليمك. يعني انت كل السنين دي هنمثلها بالحضانة مثلا، اللي هو بتاخد ألف ب ت س. تبدأ بقى في ثانوي تستعمل الألف ب ت س اللي انت خدتهم في ابتدائي واعدادي دول، وبعد ثانوي في المعهد أو الكلية هتبدأ بقى تستعمل اللي استعملته في ثانوي واللي استعملته في ابتدائي وإعدادي. فأنت لسه ما ابتديتش، ولسه الطريق قدامك طويل، ولسه في حاجات انت متعرفش عنها أي حاجة. فأول نصيحة عايز أقولها لك، شوف المواد اللي انت بتحبها. ماشي، مثلا أنا كنت بحب العلوم، ماشي، وشوف بقى المدارس اللي في ثانوي اللي بتستعمل الحاجات دي. يعني ما تخشش ثانوي عام وخلاص. مثلا كان في مدرسة الضبعة دي، كنت ممكن اخشها وكانت هتبقى حلوة مية مية ومش عارف ايه زي الفل، بس كان ناقص شوية درجات. ف بلاش يا عم المواد اللي بتحبها. مفيش حد يحب مادة فيخش عشانها التخصص كله. شوف الحاجة اللي انت اصلا بتحبها في حياتك وخش بقى. يعني مثلا على انا بحب مثلا اعمل فيديوهات اهو، ماشي، او استعمل الكمبيوتر في اي حاجة. كنت ممكن اتعلم برمجة شوية، مش عارف ايه شوية، يعني ليا في التكنولوجيا وليا في التصوير بقى وفيديوهات ومش عارف ايه. فكنت ممكن بالتصوير والفيديوهات دي اخش معهد سينما مثلا، ماشي. بس انا دخلت ثانوي صنايع فما اتفتحليش معهد سينما. فانت بقى ما تعملش الغلطة دي لو بتحب الفيديوهات وكده. هي مش غلطة يعني، والحمد لله على كل حاجة وانا راضي، بس يعني بقول لك ماشي. جيت انا دخلت بالتكنولوجيا في مدرسة ثانوي صنايع تكنولوجيا، ماشي، عشان لقيتها بقى عمالة تقول بشتغل بالكمبيوتر وانجليزي ومش عارف ايه، وانا برضو كنت حلو في الانجليزي وبحبه. دخلت بقى من هنا وهناك، ما تشوف الا النور ضرب من كل حتة. انتوا ايه يا جدعان ده؟ لقيت في ميكانيكا وكهرباء وحاجات يعني انا كنت اول مرة اسمع عنها، ماشي. بس يعني قلت مش مشكلة، انا افوت في الحديد واي حاجة تيجي ادوس عليها، ماشي. ميكانيكا كهرباء اتوا اللي عندكم. ومشيت بقى وجبت في اخر سنة دي 95%، وقلت اخش بيها هندسة ومش عارف ايه وايه وايه وايه. وانا دلوقتي في معهد المطرية عادي جدا خالص يعني، ولا اي بتاع، ماشي. ده ليه؟ انا كنت عادي ممكن اخش كلية هندسة، كلية تكنولوجيا قصدي، اللي هي لازقة فيها، وعادي كانت مفتوحة لي ومية مية ومجموعي مستريح اخشها والدنيا زي الفل. ولما حطيت الرغبات وحطيتها اول واحدة جات لي على طول، قالوا لي انت تخش يا باشا، ده انت خش، فاهم. بس قلت لهم لا خلاص انا داخل المعهد بتاع المطرية. قالوا لي يا باشا انت معاك درجات تعمل اللي انت عايزه، ماشي. جيت بقى في معهد المطرية وانا بقدم اللسان اللي انت معاك، انت جايب كام؟ اقول له 95%. انت ليه ما جيتش؟ انت ليه ما روحتش على كلية تكنولوجيا على طول؟ ده انت معاك فرصة مش عارف ايه. يا اسطى ده انا كان نفسي اخشها بس ما عرفتش عشان مجموعي ما جابش. انت جاي هنا تعمل ايه يا ابني؟ وما تروح هناك وما مش عارف ايه وايه وايه وايه. بس ما عرفوش ان انا بشوف الناس رايح جاي والكلام ده. بس ونصيحة ليك تاني، يعني انا قلت لك كده تخش اللي انت حابه، ماشي، او اللي انت تشوف انت بتحب ايه وتخش. انا عارف انك مش هتبقى شايف الكلام ده دلوقتي، ماشي، فممكن تكتب الكلام ده على ورق. انا بحب
العب رياضة، انا بحب اصور، انا بحب اعمل كذا، انا بحب كذا، انا بحب كذا، انا بحب كذا. ولازم تشوف الحاجة قدامك، تشوف انت بتحب ايه وما بتحبش ايه عشان تعرف تحدد. برضه معرفتش تحدد، ممكن بقى تسأل اخوك الكبير، آه، والدك، والدتك، صحابك، ماشي. بس يعني يستحسن يكون حد كبير عشان آه، يبقى شايف من بعيد يعني. اوكي، انا ما كنتش شايف من بعيد، ما كنتش شايف قدامي اصلا يعني. كنت اي حاجه راشي فيها وقاتوا اللي عندكم وده انا وانا والحديد التانى وكان موضوع يعني يدل على الجهل وان انا مش فاهم اي حاجه. فانت هتلاقي نفسك كده، فخد نصايح من الناس الكبار. اوكي، في حاجه تانية عايز اقولها؟ غالبا لا. لو هنيجي على الجانب الشخصي، فكك من المدارس والدراسة، ولا لا لا خلاص. تقول لك يعني بلاش ترتبط، عشان زي ما انا قلت، انت عندك 16 سنة 15 سنة، فملهاش اي 30 لازمة. والله يقسم بالله يعني 15 سنة ده لو واحد اتجوز هيجيب عيل قدك، فانت بتتكلم تقول ايه يعني؟ وبعدين وجع دماغ على الفاضي ووجع قلب على الفاضي و... وايه تاني؟ خلاص يا عم مش هخش في الموضوع ده معاك، انت عيل صغير. ف see you next year بقى او اي حاجة، اللي هو يعني شوف الكلام ده لو عملت بيه بقول لي، عشان ابقى مبسوط يعني لو انا فدت حد في الموضوع ده، عشان كان نفسي الاقي اللي يفيدني بس ما كانش فيه يعني. اوكي، حبيت افيدك وافيد غيرك و بس. يلا جود باي.